السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس الانهيار العلمي للداروينية. بسم الله الرحمن الرحيم. مع أن نظرية داروين وثيقة قديمة تغوص في تاريخها إلى عهد اليونانيين القدماء، فإن هذه النظرية لم تنتشر بشكل واسع إلا في القرن ال19، وأهم تطور جعل منها الموضوع الرئيسي في عالم العلوم كان كتاب تشارلز داروين، يعني أصل الأنواع، الذي نشر عام 1859. في هذا الكتاب ينكر داروين خلق الله للأنواع المختلفة للكائنات الحية كل على حدة، إذ يعتبر أن كل الكائنات الحية لها صلف واحد أو جد أعلى مشترك، وأنها اختلفت عن بعدها البعد بسبب تعرضها لتغيرات مع مرور الزمن. ولم يبني داروين نظريته على اكتشاف علمية ملموسة، إذ اعتبر الأمر مجرد افتراض. بالإضافة إلى ذلك فإن النظرية، كما اعترف داروين نفسه في فصل بعنوان صعوبات النظرية، لم تستطع التماسك في وجه الأسئلة النقدية. لقد ودع داروين كل آماله في الاكتشافات العلمية الحديثة التي توقع أن تهول صعوبات النظرية، ولكن خلافا لتوقعاته زادت هذه الاكتشافات من أبعاد الصعوبات. ويمكن مراجعة هزيمة الداروينية في معركتها مع العلم من خلال 3 نقاط أساسية. فأولا، لم تستطع النظرية أن تشرح بأي شكل من الأشكال كيف انبثقت الحياة على الأرض. ثانيا، لم تثبت أي من الاكتشافات العلمية أن آليات التطوير التي تتحدث عنها داروينية لها أي قدرة فعلية على التطوير. ثالثا، أثبتت المتحجرات المكتشفة عكس الافتراضات التي طرحها داروين في نظريته. وفي هذا القسم سوف نتفحص هذه النقاط بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله.